رأفت أمام السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة. الكل يتساءل ما سبب هذا الحضور لهذه المحكمة. بطبيعة الحال عرفنا أن الاسم ديال الفنانة لطيفة رأفت جبد مؤخرا في قضية كبيرة اللي هزت الرأي العام المغربي، قضية ما عرف بإسكوبار الصحراء. ومعنا الأستاذ زهراش قيدومي المحامون بهيئة بالمغرب وبهيئة الرباط اللي غادي يوضح لنا سبب حضور الفنانة المغربية لطيفة رأفت. شكرا لأخت فاطمة الزهراء، شكرا لقناة شوف تيفي على المواكبه والحضور في هذه القضيه هذه. اولا كنحضر كدفاع ديال السيده لطيفه رأفت، وهي كذلك كتحضر كمطالبه بالحق المدني، كمشتكيه اللي تعرضت لواحد المحاولات الابتزاز عبر وطنيه، يعني مدبرها من ايطاليا اللي هو دريس فرحان. نعم. وبشراكه وبتخطيط وباتفاق مع مجموعه من الاشخاص، ضمنهم شخص تم توقيفه من طرف الفرقه الوطنيه بناء على المراسلات اللي توصلت بها عن طريق الواتساب والايديوهات اللي عندها في التليفون ديالها. نعم. وتم عرض هذه الامور كلها على النيابه العامه اللي هي مشكوره لدى هذه المحكمه ومحاكم اخرى بعرضها على الامن الوطني اللي كنشكرهم. قاموا بواحد العمل جبار بحيث انه تم تشخيص وتوقيف اللي هو كان وسيط واللي كان تيقدموا السيد اللي هو موقوف كما كتعلموا في ايطاليا كما تناولته وسائل الاعلام. تماما تم اعتقال المدعو دريس فرحان الشرطه الدوليه. هاد الناس هادو كلهم يعني عملوا على باش يبتزوها، ولكن هي ما بغاتش ترضخ لهذا الابتزاز وما بغاتش تعطيهم ماشي، ما بغاتش انها توظف اسماء التي طلبت منها توظيفها في هذه القضيه. نعم، ابتزوها بالاوديوات اللي تسربت لها، كانوا كيطلبوا منها مبالغ ماليه. استاذ، شنو نوع الابتزاز؟ مبالغ ماليه تصل الى ملايين ديال الدراهم لاله فاطمه الزهراء. ملايين الدراهم ماشي حتى السنتيمات. لا ملايين الدراهم، وهادشي كله ان شاء الله من بعد ما يسالي التحقيق ومن بعد ما يطلع الملف في الجلسه غادي كاين، لان كاين امور مرتبطه بالتحقيق ما تقدر، ولكن العناوين الكبرى اللي ممكن نتواصلوا فيها مع الاعلام مع الراي العام، والراي العام باش يطمئن على هذه الفنانه، لانه بغاو تيسعوا الى انه باش يهدموها ويطيحوا المعنويات ديالها، ولكن على كل حال بتشبثها بالقيم الوطنيه وبالقيم العليا ديال البلاد يعني خلاتها تكون قويه في مواجهتهم، بالرغم من الاضرار الماديه والنفسيه اللي عانتها في هذا الملف والابتزاز بواحد الشكل ممنهج، بل وصل الى حد التهديد بالقتل ديالها. ولكن احنا عندنا ثقه في القضاء وهذا هو سبب الحضور. واش عطات شي فلوس استاذ؟ لا، ما عطات حتى درهم. عطات قلتي خسرت ماديا، وفين هو الخسران المادي؟ ملي قلت بنبينو غادي واخا استاذ سمعناك تكلمتي على شي ضابط ايقاع، شي واحد كان يدعي انه ضابط. هذا المتهم اللي هو الان موقوف عند السيد قاضي التحقيق واللي هو في المغرب، تم توقيفه في المغرب. كان دريس فرحان تيقدموا لها في المكالمات الهاتفيه وفي الرسائل اللي هي عن طريق الواتساب على اساس انه ضابط في احد الاجهزه الامنيه المغربيه، وبالتالي طلع ضابط ايقاع. نعم، كيفاش ضابط ايقاع استاذ، كيفاش تعرفت على هاد دريس فرحان وهاد الاوديوات؟ واش تسربوا لها كانوا عندها في التليفون؟ هذا الشيء المحاكمه من بعد المحاكمه. واش كانوا عندها الاوديوات ديالنا؟ بلاتي غير نكمل غير نكمل، الله يخليكم الزملاء، غير نكملها والاستاذ. نعم. معنا. واش هاد الاوديوات كانوا عندها في الهاتف، او لا تم القرصنه ديال الهاتف ديالها، او لا هي صيفطتهم لشي حد؟ لا 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 لا، كل شيء في الهاتف ديالها وكل شيء غادي ان شاء الله. شوف، حنا ما نستبقوش الاحداث لاننا تنامنوا بالمحاكمه العادله. نعم. وتنامنوا باستقلال القضاء